فيزا يلا بي واحدة من أهم الفيز أو البطاقات المسبقة الدفع اللي أي فريلانسر لازم تبقى معاه، سواء بقى بيستخدمها أو مش بيستخدمها. والفيديو ده سواء أنت جبت البطاقة دي قبل كده أو لسه هتجيبها، هقول لك فيه معلومات عنها لأول مرة هتعرفها، لأن في تحديثات كتيرة حصلت فيها. فما تبخلش علينا بلايك في بداية الفيديو واشتراكك في القناة وشير الفيديو ده على قد ما تقدر عشان الكل يستفيد. ويلا بينا نعرف كل التفاصيل لكن بعد الانترو. مبدئيا كده البطاقه دي اصبح سعرها 50 جنيه مش 30 جنيه، وتقدر تطلعها من 15 سنه، مش زي بقيه البطاقات لازم 16 سنه. هتقدر تطلعها من السن ده بمجرد ما يكون معاك بطاقه. ونصيحتي ليك ان انت تطلبها من الاونلاين بتاع التطبيق. هي ليها تطبيق اسمه يلا سوبر اب، ترفع صوره بطاقتك وبعد كده تطلبها وتسجل عنوانك، وبعد كده المفروض بتدفع 50 جنيه زود عليهم 20 جنيه ثمن التوصيل. اما بقى لو رحت شفتها في اي فرع من الفروع، اغلبيه الفروع ما فيهاش لان الطلب عليها ضخم جدا، لكن الاونلاين بتتوفر لك بشكل اسهل. طب واحد دلوقتي هيقول لي انا الاونلاين وطالبها من شهور والكلام ده كله، عايز اقول لك ان هم دلوقتي ظبطوا الموضوع ده، وبقى في خلال اسبوعين البطاقه بتوصل لك. وحتى لو بتسمعني وما وصلتلكش، انصحك تتصل ب 16 129 واعمل طلب استعجال، وهتلاقي المندوب يخبط عليك في خلال كام يوم. الحاجه الثانيه ان البطاقه دي في منها 3 انواع زي ما انتم شايفين، ده النوع القديم الازرق، وفي النوع الاخضر والنوع الاسود اللي هو البيزنس. مفيش اي فروقات بين الثلاث انواع. ما تخليش حد يضحك عليك ويقول لك واحده بتتربط بالبيبال والثانيه مش بتتربط. البطاقه دي شغاله دولي وتقدر تربطها بالبيبال سواء اصدارات قديمه او اصدارات جديده، وانا اعرف ناس شخصيا جايبينها بالاصدارات الجديده وربطنا بالبيبال. مجرد بتربطها بالكيو ار كود اللي في ظهر البطاقه بالتطبيق، وبعد كده تقدر تتابع بقى مصروفاتك، تقدر تعمل فيها ايداع بمنتهى السهوله. وطرق الايداع بتاعتها مش موجوده في اغلبيه البطاقات، خاصة هي البطاقة الوحيدة اللي في مصر اللي بتتشحن بالمحفظة الإلكترونية، ورسوم الشحن حوالي 1%. وطبعا شرحته لكم في الفيديو اللي ظاهر قدامكم. وتقدر كمان تشحنها بفيزا تانية، وتقدر كمان تشحنها عن طريق التحويل البنكي، وتقدر كمان تشحنها عن طريق انستا باي. بس الشحن عن طريق انستا باي زي ما شرحته لكم في الفيديو اللي قدامكم بيتحول على رقم الايبان الخاص بالسي اي بي، وفي خلال يومين 3 ولازم تبقى ايام عمل بتوصلك الفلوس. لو طولت عن كده تكلمهم على الخط الساخن الخاص بيهم والموضوع بيتحل. وانا شخصيا جربتها مرتين 3 والفلوس وصلتني بدون اي مشاكل. وتقدر طبعا تعمل ايداع من ماكينات البريد، وخد بالك من ماكينات البريد بس مش اي ماكينه تانية. اما تيجي تعمل ايداع في الاي تي ام لازم لو معاك فئات مختلفه 50 او 100 او 200 او حتى معاك فئه واحده ما تعملش ايداع باكتر من 200 ورقه. يعني مجموع الفئات دي ما يبقاش اكتر من 200 ورقه عشان المكنه ما تعلقش وعشان ما ترجعش تشتكي. وكمان لازم الفلوس ما يكونش مكتوب عليها او فيها اي قطع او مقطوع من عند الارقام، لان الكلام ده كله ممكن يعلق في الماكينه. وكمان خد بالك قوي ان انت حد اقصى بتاعك الايداع في المره الواحده هو 20,000 جنيه. طبعا الكلام اللي انا بقوله لكم ده كله مجرب، وخلي بالك كويس قوي انا مش مستفيد منك اي حاجه، انا بقول لك كل حاجه عشان مصلحتك انت. بالنسبه للسحب تقدر تعمل سحب من اي ماكينه بريد او من اي اي تي ام تانية خاصه بالبنوك التانية. السحب من البريد مجانا، لكن السحب من البنوك التانية تبقى رينج بقى من 5 ل 10 جنيه على حسب رسوم السحب من البنك ده. لو عايز تحول من شخص لشخص تاني زودوا الرسوم دلوقتي بقت 0.5%، على الرغم ان قبل كده كانت مجانا، لكن عن طريق يلا بي دلوقتي بقى التحويل 0.5%. في برضو موضوع غريب جدا هم عملوه، هم خلوا الرسوم السنويه بتاعتهم هي 10 جنيه كل 3 شهور. يعني كل 3 شهور لو معاك مبلغ هتلاقي مخصوم منه 10 جنيه عشان بعد كده ما ترجعش تسال. عشان كده بنصحك سيب فلوس بسيطه على قد الرسوم عشان البطاقه ما يحصلش فيها مشاكل او تتوقف. حدود دوليه معاك للبطاقه دي ما يعادل 10,000 جنيه، ورسوم تدبير العمله او التعامل الدولي ما يعادل ال 10%. دي حاجه خطيره جدا اراهنك محدش قالها لك قبل كده. لو عملت 5 معاملات في خلال اسبوع باقل من $5 بالبطاقه دي، المعاملات الدوليه بتاعتك على البطاقه دي بتقف لمده اسبوع. خلي بالك يعني لازم تعمل معاملات اعلى من $5 طبعا من ضمن الليميت عشان البطاقه ما ترجعش تقول ان هي وقفت دولي والمعاملات الدوليه فيها وقفت والكلام ده كله. عشان كده في ناس كتير قوي اشتكت من الموضوع ده. فلو انت مش عارف اصلا الموضوع انا جبتها لك من البريد نفسه، وهو ده السبب الرئيسي ان انت عملت 5 معاملات باقل من $5. جربتها بقى على جوجل بلاي، جربتها على الباي بال، جربتها على اي منصه
التانية تقدر كمان تعمل كشف حساب للبطاقة دي من خلال تطبيق يلا سوبر اب، ودي ميزة رهيبة جدا، عن طريق خانة البريد الرقمي، وتعرف معاملاتك من ضمن فترة معينة لفترة معينة، وتعرف كمان الفلوس بتاعتك اتخصمت في ايه. فبصراحة انا شايف ان البطاقة دي مهمة جدا لأي فريلانسر تبقى معاه، حتى لو مش استخدامك الرئيسي عليها تبقى معاك على جنب، عشان لو اتزنقت زي ما شفنا في الفترة الأخيرة مع البطاقات المسبقة الدفع تبقى معاك البطاقة دي تقدر تستخدمها وتخلص بيها شغلك، زائد البطاقة البنكية بتاعتك. لكن طبعا زي ما فيها مميزات كتير فيها عيوب برضو. دايما بقول لك ما تسيبش فيها فلوس كتير، عشان ساعات الأرصدة بتتسلب لوحدها، احيانا بيكون في تحديثات في التطبيق فما بنعرفش الأرصدة بتتسلب. فطبعا انت لو مستعجل على الفلوس دي مش هتبقى افضل حاجة بالنسبة لك، لانك هتضطر ترسل الدعم الفني والكلام ده كله. الايداع بالفيزا او بالمحفظة الالكترونية احيانا كتير جدا بيكون في مشاكل، احيانا بيقول لك الخدمة غير متاحة حاليا، عشان كده بتضطر تنتظر لوقت تاني. فطبعا انت لو مستعجل بتضطر بقى تروح فرع البريد او تضطر تروح الاي تي ام عشان تعمل ايداع. من اكبر العيوب اما انت بتيجي تشحن برضو بالمحفظه الالكترونيه او بالفيزا بتاعتك، بتدخل في خانه الكولكت اللي هي التحصيل، بتقعد حوالي ساعه وبعد كده بتظهر في رصيدك، لكن مش بتظهر في رصيدك على طول. في حاجه مهمه جدا نسيت اقولها لكم وانا بصور الفيديو، عشان كده عملت لكم الريكورد البسيط ده في الاخر. فيزا يلا باي هي فيزا مسبقه الدفع، وخد بالك من ده، يعني لو موقع بيطلب منك بطاقه خصم مباشر مش هينفع تستخدمها، يعني مش بينفع تستخدمها مثلا على حاجه زي البيبال، وكمان ما بقتش تتقبل دلوقتي على سكريل ولا على نتلر ولا كمان على ادفيكاش، عشان بس انت تكون عارف وانت بتشوف الفيديو. وما ينفعش تربطها بوايز ولا بايونير، يعني ما ينفعش حتى تشحن وايز بيها ولا تحول من وايز عليها، لان هي ملهاش ايبان، وحتى الايبان اللي بيديهولك ده ايبان عام خاص بالسي اي بي، ما انصحكش ابدا تعمل كده. وما ينفعش طبعا تحول عليها من بايونير زي ما قلت لك، ملهاش ايبان او رقم حساب بنك. يعني من الاخر كده فيزا يلا باي حساب جاري، ملهاش فوائد ولا ليها اي رقم حساب بنكي، عشان تبقى فاهم الموضوع ده كويس. ومش مطلوب منك اي اثبات دخل وانت بتعمل الفيزا دي. تقدر تتواصل معاهم من خلال صفحة الفيسبوك الخاصة بيهم، تبعت لهم اي رسالة انت عايزها وهيردوا عليك. وبصراحة عن تجربة شخصية هم بيردوا عليا، لكن هم كانوا قفلوا الصفحة من فترة لكن رجعت اشتغلت تاني. وكمان تقدر تتواصل معاهم على الارقام، تكلم 16789 يا اما تكلم 16129 يا اما تبعت لهم على الايميل اللي ظاهر قدامكم ده، وده الخاص بمشاكل لو الفلوس بتاعت انستا باي ما اتحولتش، لان في ناس كتير اشتكت من الموضوع ده. يا ريت تلتزم بكل كلمه قلتها لك في الفيديو ده، لان ربنا يعلم انا جمعتها من تجاربي وتجارب ناس كتير جدا، يعني مش بطالع بقول لك اي كلام كده وخلاص. اتمنى الخير والتوفيق للجميع. شكرا جدا يا جماعه على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.